الشيخ صلاح الدين التيجاني، الشيخ اللي كان السبب الأساسي في إن أحمد سعد وسمية الخشاب يتجوزوا، هو دلوقتي فضحته بجلاجل على مواقع التواصل الاجتماعي. الشيخ صلاح الدين التيجاني اللي طلعت بنت اسمها خديجة خالد طلعت واتهمته ان هو بيتحمرش بيها على الفيسبوك. مش بس كده، ده كمان بعت لها صور سيكي ميكي كده ليه على مواقع التواصل الاجتماعي وفضحته. ناس كتيرة طلعوا قالوا مش بس خديجة هي ضحيته الوحيدة، لا ده كمان في 8 بنات غيره وبيتعالجوا من آثار الصدمة اللي سببها ليهم الشيخ. هنعرض الموضوع كامل والفضيحة كاملة للشيخ صلاح الدين التيجاني صاحب الطريقة التيجانية الصوفية في مصر. البنت اسمها خديجة خالد، هي مهندسة معمارية عايشة حاليا في روسيا. طلعت على صفحتها على الفيسبوك واتهمت الشيخ صلاح الدين التيجاني صاحب الطريقة التيجانية اللي نشأت في مصر. وهتقولوا لي يعني ايه؟ هقول لكم ما اعرفش، لان انا اول مرة اسمع عنها برغم ان هي طريقة مشهورة جدا وليها اتباع وناس وموردين وخصوصا من الفنانين، وانا اول مرة اسمع عنها صراحة، يعني انا صريحة. طبعا البنت طلعت واتهمته ان هو طبعا هو بعت لها صور إباحية على مواقع الفيسبوك. وطبعا هي البنت كانت بتعاني من صدمة. ليه؟ لأن أصلا الراجل دوت مشهور وشيخ، يعني ليه طريقة معينة هو بيتبعها وبينشر فكرها ما بين الناس اللي حواليه. والصدمة الأكبر إن هو أصلا مقرب من عيلتها من زمان قوي. فلكم أن تتخيلوا صدمة البنت اللي بالذات بتتعافى من آثار الصدمة اللي عملها لها الراجل دوت. البنت كمان بتقول ان هي حكت لكل اللي حواليها واسرتها على اللي حصل، وان هو بعت لها صور سيكي ميكي كده هو على مواقع الدردشه الخاصه وكده. فمحدش صدقها وقالوا ان هي اكيد مريضه نفسيا ولا بتخطرف ولا ايه. هي لغاية دلوقتي بتحاول تتعافى من آثار الصدمة اللي هي فيها. طيب، هو في حاجة تانية بتقول ان هي البنت على صفحتها، طبعا هي قالت كل كلامها دوت باللغتين العربية والانجليزية علشان هو ليه اتباع في كل الدول، فعلشان الناس يفهموا ايه اللي حصل لها تفضح الشيخ دوت واللي عمله. هي بتقول بتدعي ربنا وبتطلب من ربنا ان هو يغفر لها اللي حصل منها بسبب صغر سنها، وان هو قدر يسيطر عليها وعلى تفكيرها من هي عندها 8 سنين. فلكم ان تتخيلوا راية ما كبرت بقت قد ايه. بتقول وان هي وجهت رسالة لمحبيه ومتابعي الشيخ دوت حوالين العالم باللغتين زي ما قلنا العربية والإنجليزية. وقالت إلى جميع أولئك الذين يتبعون الشيخ صلاح الدين التيجاني من الأصدقاء إلى العائلة المقربة والعائلة الممتدة، كل ما يمكنني قوله هو حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا يغفر لي على العمل الذي كنت فيه وأنا صغيرة لحد ما كبرت. من فضلك كن على دراية به، لقد دمر حياتي. ما زلت أتعافى من الصدمات التي سببها لي بشكل مباشر وغير مباشر، وأدعو الله أن تصدقني عيلتي المقربة على الأقل بعد إخبارهم عدة مرات عن شدة الوضع مع هذا الرجل المسمى، ولكنهم ما زالوا يستمرون في متابعته بشكل أعمى. لسوء الحظ اختاروا أقرب الناس إلي على تجربتي الحياتية المؤسفة للغاية معه. حتى بتقول ان هي لما حكت لعيلتها محدش صدقها، لان هو قدر يسيطر عليهم على تفكيرهم على دماغهم خالص، وقالوا ان دي اكيد واحدة اتجنت. مش معقول ان الشيخ صاحب الطريقة التيجانية اللي هو ماشيين وراه زي كده العمر ان هم او هو هيعمل كده في البنت ديت. طيب، مين هو الشيخ صلاح الدين التيجاني قبل ما نيجي نقول فضايحه كاملة؟ الشيخ صلاح الدين التيجاني في عجالة كده هو الشيخ صلاح الدين محمود أبو طالب التيجاني. هو فقيه ومحدث ومقرئ وأحد المنتمين للطريقة التيجانية الصوفية المنتشرة في مصر وفي العالم العربي كمان. وله العديد من المؤلفات في مختلف العلوم الدينية.
والصوفية. ولد في 1958 في السيدة زينب في القاهرة، وليه العديد من المؤلفات من الكتب، وتم فصله من الطريقة التيجانية أصلا سنة 2000 بسبب ان هو كان بيحاول انه ينقلب على الشيخ الطريقه التيجانيه في وقتها، هو الشيخ محمد الحافظ التيجاني، وكان بيحاول ان هو ياخد الطريقه التيجانيه ليه ويسيطر عليها. فهنا أصدر الشيخ محمد الحافظ قرار بفصله من الطريقة التيجانية بسبب محاولاته المتكررة الانقلاب عليه وأخذ الطريقة منه، بس فصله وبعد فصله من الطريقة التيجانية وطرده منها، أسس الطريقة الصلاحية التيجانية الجديدة بإمبابة بفكره هو، وقدم أوراق اعتمادها للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، بس مشيخة الطرق الصوفية في وقتها رفضت، وطبعا كمان المجلس الأعلى رفضوا إنهم يتقبلوا الطريقة أو الحركة بتاعته الجديدة. ليه؟ ان هو خالف الشيخ الطريقه التيجانيه اللي هو محمد الحافظ وكده، وقالوا له ان هو لازم ان هو يعترف بالتقاليد التيجانيه للحركه الاصليه، وكمان يعتذر للشيخ بتاعها اصلا وانه يرجع ليها تاني، بس هو رفض وصمم على افكاره وان هو يعمل حركه بفكر تاني مختلف تماما، ورفض كمان يعتذر لشيخ الطريقة. وهنا قرر ان هو يعمل حركة تانية خالص وفكر تاني خالص وينشره ما بين ناس تانية، وللأسف ناس قدروا يقتنعوا بفكره الغريب العجيب. انا مش فاهمة الناس دي ماشيين وراه كده سم بكم عمي يعني، ومسيطر عليهم على تفكيرهم. والمصيبة ان هم من ابرز مريدي ومؤيدي ناس مشهورة جدا، يعني خشوا كده انا هجيب لكم كمان على صفحاته ان هو من ضمنهم نشوى مصطفى، احمد سعد، اخوه كمان الممثل ده، فيفي عبده، ناس علاء مرسي، ناس كتيرة جدا، يعني انا مش فاهمة ازاي. وهو للأسف إن هو كمان سيطر على عقل ناس كتيرة جدا، ومنهم لما طلعت سمية الخشاب قالت إن هي وأحمد سعد اتجوزوا علشان بينهم روحانيات مشتركة، وإحنا ما كناش فاهمين إيه روحانيات مشتركة دي، يعني بيحسوا ببعض ولا إيه بالظبط. أتاريه هما كانوا في نفس الطريقة، وإن هو كان السبب الأساسي الشيخ دوت صلاح الدين التيجاني إن هو يكون السبب في جوازهم، يعني وفى راسين في الحلال، اتطلقوا ما ننكرش، بس هم يقولك روحانيات، انا مش فاهمه يعني ايه. فطبعا حاجه بتضحك بتبكي في نفس الوقت. طبعا البنت هنرجع لها خديجه بتقول ان هي كان قدر الشيخ دوت يسيطر عليها من هي عندها 8 سنين زي ما قلنا، وهي بتقول واتهمته ان هو اقنعها من صغرها ان هي من المفترض ان هي تتجوز ابنه عن طريق التقصير. وهتقولوا لي يعني ايه يا جماعه، دي حاجات تبع الطرق الصوفيه او الطريقه التيجانيه الصوفيه اللي هم ماشيين بيها، فليهم فكر معين هم هيقعدوا بقى يفكروا فيه، فهم اللي هيبقى فاهمينه اللي بيتبعوه. تمام. فهي بتقول ان هو كمان ان اقنعها ان تتجوز ابنه عن طريق التقصير، وان قال ان هو بيعرف المصاير، هو كان دايما بيقنعهم كده ان هو يعرف مصاير الناس، وانه لازم ان كل اتباعه ان هم يطيعوه طاعه عمياء بدون ان يكون ليهم اي اعتراض او ان هم يكون ليهم راي، يعني يمشوا وراه كده زي ما قلت لكم صم بكم عمي. تمام. واي حد هيبقى ليه راي او هيعترض هيطرد فورا من اللي هي المجموعه بتاعته، على اساس ان هو هيطرد من الجنه يا خي يعني. خديجة بتقول كمان على الشيخ دوت ان هو ليس سوى راجل متلاعب متحمرش، ومع ذلك بتستمر عيلتي واصدقائها والناس اللي حواليها اللي هي تعرفهم ان هم لغايه دلوقتي يتابعوه بكل اخلاص، وان هو كمان يسمحوا له عادي ان هو يشيل عيالهم وسامحين له الموضوع سداح مداح كده. ومش قادرين يصدقوا اللي هي منهم. تخيلوا قدر يسيطر عليهم ازاي،
رفضوا يصدقوا اي حاجه عنه، وشايفين ان هو ملاك بجناحات واللي هي اللي كدابه ومريضه نفسيا. اما بقى بالنسبه لمواقع التواصل الاجتماعي، الدنيا اتقلبت حرفيا بعد نشر الموضوع والفضيحه دي اللي بجلاجل للشيخ. في ردود افعال كانت متباينه، بس كانت حبيت ان انا اعرضها ليكم. وكان من ضمن ردود الافعال دي ان في ناس طلعوا وقالوا ان في 8 بنات زي ما قلت في بدايه الفيديو غير خديجه ان هم كمان اتعرضوا. كمان غير خديجة في بنات تانية كتير ان هم اتأذوا لغاية دلوقتي بيتعالجوا من الأذى النفسي اللي سببه ليهم الشيخ صلاح الدين التيجاني. يعني مش خديجة بس، لان في ناس قالوا حتى أسرتها للأسف بيتهموها ان هي بتتوهم او بتكذب، وللأسف أقرب الناس إليها وهي أمها طلعت وكذبت بنتها. لكم أن تتخيلوا. هعرض الفيديو دوت وهعرض لكم امها قالت ايه في الفيديو منفصل، لان انا مش عايزه اطول اكتر. طولت، عرضت الموضوع باستفاضه وطولت فيه عشان ابين لكم الحقيقه كامله والمصيبه اللي احنا بقينا فيها. انا مش عارفه ايه الطرق اللي بتطلع، كل واحد المصيبه بيبقى ليها موردين واتباع، ويبقى فيها ناس مشهورة جدا. انا مش فاهمة ازاي قادر يسيطر عليهم، ولا هو عشان بيتوافق مع فكرهم اللي هم عايزين يمشوا بيه، فاللي هو الفكر السيكيميكي دوت، فهم جه على كيفهم فبقى ماشيين وراه. وحلو قوي كل واحد يطلع بطريقة بقى وماشي وراه. انا عارفة ان ربنا حدد لنا طريق ورسولنا الكريم قال لنا حاجات ان احنا نتبعها، هو ده المفروض اللي احنا بنمشي عليها. فعلى كمان سنة نبينا والكلام اللي قاله ربنا. بس ايه بقى الناس اللي طالعه، واحد عادي طالع بيقول يعمل لي طريقه وفكر، وده يعمل لي طريقه وفكر ومليون طريقه وفكر. ليه يا جماعه؟ ارجعوا لعقلكم ومخلوش ناس زيكم يسيطروا على عقلكم وتفكيركم ويمحوا شخصيتكم تماما ويمسحوا مخكم باستيكه ويحطوا افكارهم بس يبقى في دماغكم، ويبقوا تبقوا عاملين عارفه زي القرود اللي هم عاملين كده صم بكم عمر. فبلاش الحركه دي. تابعوني وعايزه اسمع رايكم بالله عليكم.